يساري ماذا يقرر؟ زولا يقول له اخرج، هو يقول له لا. هذا السيناريو سلاح ذو حدين، امر غريب يحدث، قلما يحدث على هذا المستوى، ممكن يحدث على مستويات اخرى ولكن على هذا المستوى قلما يحدث. مصر كيبا ومصر موريزيو ساري على اقحام. يا 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 نكمل، يقول له نكمل يقول له نكمل. كيبا لا يخضع لقرار موريزيو ساري. لا 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 لا، في شويه قله احترام من كيبا، في شويه قله احترام. انت لاعب محترف، تخرج حتى ولو كان موريزيو ساري متاكد بانك انت الذي ستمنح لهم الفوز باللقب، قال لك تخرج. مساعد يقول له لا تصر عليه لانه هذا باسكي واصر على البقاء، فسيبقى الا اذا الايطالي كان اقوى منه وطلب منه الخروج. موريزيو ساري قانون هنا في اللعبة مش عارف، يعني ما فيش هنا فيه فراغ قانوني على مستوى بورد، على مستوى لعبة كرة القدم. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ هل ننذر الحارس؟ هل نخرجوه بالسيف يعني غصبا؟ شوف هنا أكيد بأن الأمر سيؤخذ في الحسبان. نرفزة كبيرة لموريزيو ساري في صورة غريبة. أنا ننغادر، يقول له إذا لم تخرج أنت أخرج أنا. وأكيد موريزيو ساري يريد أن يسبق الأحداث ويغادر أرضية الميدان، وقد يغادر تشيلسي كلية قبل أن يطرد، لأنه هو سيطرد. فمن المفروض أنه هذه فرصتك يا موريزيو ساري.